عند الاطفال مثال في ست السكريات في اكلهم. فتخيل حضرتك المربات نظامها ايه بقى كل ما زادت. يعني اولا السكر غلي، هيبقى كيلو السكر كده مش موفر. كمان الفاكهه نفسها غليت، اني انا اجيب كميه كبيره واعمل منها مربى برضه كده انا ما وفرتش. وكمان اضرار صحيه حضرتك قلت عليها، يبقى هي مش موفره، وان الطريقه دي ما عادتش طريقه ناجحه للاسره ان هي توفر يعني مال او توفر صحه. ده اللي انا فهمته من كلام حضرتك. كلامي كده دايما حضرتك بتدعو او عندك دعوه جميله جدا تدبير امور وشطاره ست البيت. ازاي تقدر تصنع بعض المنتجات الغذائيه والصحيه وازاي تقدر تبقى تقل تكاليف المنتج. يعني حضرتك لو اتكلمنا على كيلو لبن ثمنه اقل من كيلو السكر، لو عملنا منه مثلا زبادي او لبن رايب او جبن طبيعيه، اعتقد ان ده هيوفي وهيفضل له اثر صحي عالي جدا. بروتين الالبان والدهون والفيتامينات اللي جايبه في الدهون رائعه الاثر للاطفال وللكبار. طيب التجربه 2 كيلو لبن النهارده سعر كيلو سكر، المفترض يبقى الموضوع جذاب. ولو احنا بنحسبها من التجربه والصحه جميل جدا ان انا اخلق من الطبيعي ما يميز او ما يدرك صحه الانسان. طيب طب انا عايزه اقول لحضرتك حاجه يا دكتور سعيد. انت قلت في اللبن جبنه وقلت لبن رايب وقلت حاجات جميله قوي. ساعات الاطفال ما بيقبلوش على الاكل ده. هل لو عملت هنرجع تاني للحليب مهلبيه او عملت رز بلبن، هل ده هيكون ليه قيمه غذائيه عاليه ولا برضه فيه اضرار على الصحه؟ لا جميل جدا وجميله كمان، لكن هقول لحضرتك على شيء. اتفضل. زياده تعرض اللبن من الحراره العاليه فتره طويله بيقلل كتير جدا من الكالسيوم اللي موجود فيه، من الحديد اللي موجود فيه. يعني نشرب كوبايه لبن مثلجه من الثلاجه او بدرجه حراره الغرفه هيكون قيمتها الغذائيه اعلى من اني انا اغليها واسخنها لابني؟ تخلي اللبن مهم جدا في اول مره لان انا بقضي على البكتيريا والميكروبات اللي موجوده فيه. بعد كده رائع جدا ان انا اخلي ابني يتعود على تناوله وهو دافئ او دافي او مبرد عشان ما اعرضوش لحراره ثانيه وافقد جزء من قيمته الغذائيه مره ثانيه. عشان كده فكرتني بمقوله اشرب اللبن طازجا. المقصود كلمه طازج هنا انه يكون اتغلى يعني اول مره وبشرته سخن برضه للولاد ولا لا لا الطازج اللي هو من الحيوان مباشره للمتناولين، لكن احنا بنطلع علينا نلجا لعمليه التسخين لان لعدم ضمان مدى نظافه الحادث وضبط الحيوان. فانا بقول اكثر جزء من القيمه الغذائيه مقابل الامان الصحي او عدم التعرض للميكروب قد يكون يحمله كوب اللبن. طيب ما هو انا يعني طالما غليت لبني وحطيته في الثلاجه لما برد شويه وانا متاكده ان هو سليم وشلته في الثلاجه وجيت حطيت كوبايه لبن لابني او بنتي بعد كده من الثلاجه، انا كده ضامنه ان هو طازج ونضيف فعلا وصحيا. وهنا بقى في الصيف عاده نشرب احنا الحاجات البارده او المثلجات فلا اروع الالبان المبرده في الحراره العاليه. طب والايس كريم؟ ما هو في امهات بتعمله برضه. ده صحي ولا غير صحي؟ الايس كريم عندنا منه حاجات كتير جدا. يعني الاول بنحكم على المنتج الغذائي صحي او غير صحي بمكوناته. لو في مكونات طبيعيه ومتوازنه ومعتدله، يعني انا عملت مثلا ايس كريم سكريات مش عاليه قوي، عليه البان مصنع من الالبان ونكهات طبيعيه رائعه جدا. لكن انا اجيب ايس كريميه عشان الاكثر منها طلعت الالوان صناعيه واجيب اطعم غريبه صناعيه، المهم يبقى المنتج ويستحسنوه وبالاخر هو مثلث والناس بتاكله هو بارد والبروده بتاعته هي الميزه الخاصه بيه. لا انا كده غلبت في حق نفسي وصحتي. المفترض ان يدخل جسمي المركبات الغذائيه الطبيعيه فقط. طيب في
مقولة كنت سألت حضرتك فيها وكان ليك رد جميل جدا، أحب المستمعين يسمعوا. في ستات أو في بعض العادات كده اللي اتعلموها من النت، البيض، قشر البيض بدل ما ارميه أجففه واطحنه وازوده على الملح، يبقى كده أنا زودت كالسيوم في الأكل للولاد. الموضوع ده صح يا دكتور سعيد؟ هو فعلا صراحة قشر البيضة نتيجة تولد الكالسيوم بيكمل عالي، لكن الكالسيوم في صورته دي غير قابلة للهضم، غير قابلة للامتصاص، هتدخل الجسم، هيبقى ثقل على الجسم يخرج بلا أدنى استفادة. لكن لو احنا بندور على التوابل ونستخدم بعض الحاجات الجميلة، قشور الموالح أحيانا قشور فاكهة مختلفة يتم تسجيلها والاحتفاظ بالبكتين بتاعها وبالأطعمة المميزة ليها وتبقى جميلة جدا. زي ايه؟ زي ايه؟ احنا اخذنا بالنا واحنا زمان كانوا بيعملوا قشر البرتقال مخلل قشر البرتقال وينشفوه يجففوه وبعد كده يطحنوه ويبقى كذلك زي الكمون والفلفل الاسمر وكده، رائع جدا واثره جيد. احنا كنا في كليتنا بيقولوا لنا بشر البرتقال مع الكيكه بيرفع من القيمه الغذائيه. صحيح، العدد الصغيرة والحمضيات بصفة عامة غير الفيتامين سي وبالألياف وبالمضادات أكثر رائعة جدا، وبالذات البيوت الشاطرة بتدخل الفاكهة بأطعامها الجميلة دي في المخبوزات، ويا ريت تبقى المخبوزات قدر من الرده. وأحب أقول إن إحنا عندنا نوعين من الرده في الدقيق يا جماعة، انتبهوا لده، اللي عايز يحافظ على قولونه سليم وجيد أحاول أحافظ على قدر من الرده في الدقيق اللي بستخدمه، مش يبقى دقيق الزيرو اللي انا بشتريه من المحل، لا يبقى انا خلصت جزء من الرده وجزء الباقي ناعم او موجود، ده بيساعد في الهضم في اخراجي، وكمان مهم جدا لتنظيم حركه الاكل والجهاز الهضمي الى الخروج. طيب دكتور سعيد، يعني فاضل تقريبا دقيقه ونص على العصر، دقيقه، ممكن نرفع الاذان ونرجع نكمل مع حضرتك تاني؟ خلي حضرتك معايا. مفتوحة العلم حياة. احنا معانا الاستاذ الدكتور سعيد متولي، في الحقيقة احنا خصصنا لكم يعني كلام كتير قوي في حياتنا اتغير، اتربينا على حاجات واتغيرت، ولازم نغير خططنا في الحياة زي ما زميلتنا يسرا هلال قالت لنا. خطط الحياة لازم في الفترة دي تكون محطوطة مش لأمد طويل، لأن دايما الدنيا بتتغير والأحداث بتتغير، فبتغير من سلوكياتنا ومن شرائنا. كلنا يعني بنشاهد أحداث على المستوى العربي والمستوى الدولي تخلينا نحمد ربنا على لقمة العيش الناشفة اللي بناكلها. أنا عن نفسي معتبرة إن اللي احنا بنشوفه ده ابتلاء من الله وتقويم لأنفسنا. دكتور سعيد أنت معايا في ده؟ الحقيقة لو ما تعرضناش من الظروف اللي احنا كلنا بنمر بيها يبقى احنا ما عندناش عقول، بس نعم ربنا ادانا الانسان العقل البشري المفترض ان دي الحياة افضل قوي من ذكر الامن والامان. ايوه، وبعدين كمان يا فندم يعني التدليل على النعمة بتزول. يعني كانوا زمان اهالينا يقولوا لنا ما تتدلعش على اللقمة اللي قدامك عشان ربنا يجمع عليك. الحقيقة تنوع الغذاء وربنا سبحانه وتعالى قدرته رائعة جدا ان الشيء الصح قوي بيبقى سعره قليل. حضرتك لو البوك بتاع مثلا الكروم هتلاقي الكروم سعره صغير او بسيط، وافضل قيمة غذائية ليه واقل مبيدات واقل عوامل نضافة وهرمونات وخلافه وطعمه جيد جدا وهو سعره قليل. هو كرومب كمان يعني دايما من النباتات اللي جدرها في الارض، واللي بياكل من الارض بياكل كل العناصر، راس الفجل والجرجير. لحضرتك متطلباتك. من العناصر اللي بنقعد ندور عليها في العقاقير والكيمياء هتلاقيها موجودة بكثرة في الحاجات اللي قريبة من الارض، زي جدر البطاطا، الجزر، حضرتك ممكن كلمة جميلة جدا، قصدي الكيمياء لا يمكن أبدا مركبات كيميائية
التمويل من فرق الناس بكمية عالية ونحن عملية بصورة وأشكال وألوان وشركات لأن التوظيف اللي بيأخذوه في النبات والفاكهة والخضروات والأغذية الطبيعية، لأن ربنا سبحانه وتعالى لما خلق الإنسان أجهزته تتعامل بكل يسر وسهولة مع الطبيعة. لكن كل المركبات الكيميائية اللي حضرتك بتاخدها بتكلف وتصدر اللحم عملية كتير جدا لأكلنا. يعني لو كنت أكلت سواء بنشوف مين العظام ونقص فيتامين د وبنلاقي في نقص الحديد، حضرتك بتاكل أكلات صناعية فيها بعض الكيماويات اللي تصدر الأملاح المعدنية منها الحديد والكالسيوم وتقلل الفيتامينات اللي موجودة في أكلك. أنت استمتعت باستمتاع لحظي ببعض الوجبات، لكن القيمة أنت قللت كتير قوي من القيمة اللي يحتويها الأكل بتاعك. طب تعالى نرجع تاني يا دكتور سعيد للحياة الواقعية. الأم اللي بتجيب بطاطا كتير بال5 كيلو وال6 كيلو وتعملها للولاد، وكل ولد ما بتكفيهوش مثلا 2 3، ده ممكن ياكل 5 6 مثلا بطاطا. ده مغذي ولا ده كترته كده غلط؟ البطاطا راجعة القيمة الغذائية وفي خطوات الأكسدة وفي السكريات الطبيعية اللي فيها، ونبدأ حساب أشياء مختلفة مشوية رائعة وممكن تضيف فيها بعض المكونات الثانية، لكن الاعتدال دائما مرغوب. حتى في المية؟ المركبات اللي بعد السد ممكن يضيفوا ليها جودة عليها بعض منتجات الألبان وأحيانا بعض السكريات الطبيعية والفاكهة. المؤسس بيبقى المنتج بتختلف من ست بنت تدري الثانية بيبقى الموضي أطلاق ويتم البلد أحيانا بيدفوها عليها، لكن في الآخر بتطلب سوق أولادها وتسويقها. والله أنا بقول إن الحاجة كده زي ما هي ولا إضافات ولا أي حاجة، زي ما ربنا خلقها بيبقى طعمها حلو. يعني مثلا الفول السوداني هنعمل عليه شوكولاتة، وفي ناس بتعمله مش عارف ايه وناس ايه، لكن هو حلو قوي قوي لما بناكله كده من غير اي حاجة، وبيدي قيمة غذائية للولاد والدهون المطلوبة. صح ولا لا يا دكتور؟ أحيانا الخلط لبعض الوجبات الغذائية التي وأحيانا ثانية بيبقوا ضد بعض. يعني لو أنا هاكل زي ما كنت بتقولي مربى وعيش، أنا كده عليك أول كربوهيدرات، عليك أول سكر. لو أنا أخذت بعض البطاطس بتحب بطاطس محمرة بدرجة عالية، أنا ضفت بعض المركبات اللي ممكن يكون لها تفاعل مش نافع الدخول مع الكربوهيدرات بتكون بعض المركبات اللي لو فضلنا شوية زي البطاطا لونها يتغير بني وبعدين اسود. فأنا لو أكلت قدر عالي من البطاطس المحمرة لا غير مرغوب، لا ده جميل، لكن زي ما حضرتك قلتي عادة وفي أغلب الأحوال المركب الغذائي وحده رائع جدا وبستفيد من كل محتواه. طيب حضرتك قلت كل حاجة زيادة بيضيع هدفها، طب حتى المية يا دكتور؟ ده موضوع كبير لأن في ناس بتلجأ لشرب المية كان عالي على سبيل الدايت أو تاخد المية على سبيل أو تتخلص من الأملاح اللي في الكلى. شو حضرتك؟ أنت حضرتك 40 ملي مية لكل كيلو وزن، يعني حضرتك 30 ملي يعني تقريبا 300 كيلو يبقى 3 لتر ل 4 لتر. الطريقة دي موجودة في الأغذية، الناس بتشرب عصاير وشاي وبتشرب حاجات كتير أو زيها بتحفظ ضمن ال 30 ملي أو كده. يعني أنا لو شربت مية في الصيف بيحصل عرق وخروج سوائل من جسمي كتير، بالتالي بحتاج مية كتير. طب لو أنا بدي أشرب مية خطر جدا على وظائف الكليتين وعلى عالم ترشيد الكبد على نفس الشكل الجمال والبشرة الرائعة اللي في المية تسبب صداع وتسبب ارتفاع ضغط، تفقد الشعر ونقول كرمشة للصدر والشبع لكن تطلع تشرب المية. أو إن أنا بشرب مشروبات تخرج المية من الجسم زي الكوبينات اللي بتساعد على خروج المية من الجسم. المية لو شربتها عربي لا، أنا لو شربتها وأنا محتاجها رائع جدا، لكن لو أنا شربت من غير ما أكون محتاجها وقدر عالي دخلت في حبوب المعدة وبالتالي عملية فرط الأكل في المعدة بيكون بكثافة عالية. لو شربت مية وأنا عندي أملاح أيوة موجود جدا، عندي إمساك، عندي بعض القولون، عندي أملاح زيادة،
الميه احنا علاج. ان انا بشرب كامل الميه عادي، بخفف من نص الدم، الكليتين بتقدر تقوم وظيفتها بصوره اعلى، واقلل نص كده بضغط الدم. لكن لو مفيش ضروره ده لا، لان انا بقلل تركيز الحراره النفسيه. هقول كلمة وهتضحكك وهي دي صح، التفاصيل في الأكل وحشة. يعني حتى لو بكميات كبيرة قدامي آكل اللي يكفيني أنا، مش اللي عيني تشبع منه. يعني العين دايما طماعة، عايزة تاخد كتير كتير كتير. لازم بني آدم يبقى عنده إرادة وياكل على قده، وياكل على قد صحته. لا ولا انت، يعني بمعنى ان انا حبيت ادوق كل الاصناف ماشي في براحتي، لكن عشان اشبع من كل الاصناف بحجم اعلى من الشبع لا. الهرمون الشبع اول ما بيتوفر في المعده وتحس انك شبعت قول الحمد لله، لان دلوقتي الشبع الامتلاء المعده تملك قوي، فتلاقي حضرتك لا عارف تنام ولا عارف تتحرك، خدت كل كميه الدم ده رايحه للدماغ عشان تهدم الاكل اللي انت اكلته، بالتالي بتشعر بالخمول والكسل ومش هترتاح الا بعد هضم او خروج الاكل ده من المعده، يبقى ده كده ندعو للكسل وندعو لعدم الحيويه ولا ما يصحش. طيب دكتور سعيد، في حاجة كتبتها في ورقة صغيرة قدامي كده ساعة العصر مكان جدا وحبيت أختم بيها. زمان كنت بشوف جدتي بتاخد نوى مش تعمل بيه حاجة جميلة أوي كلنا بنحبها بناكلها مع السميد، الدقة. الموضوع ده صحي ولا غير صحي يا دكتور؟ شو حضرتك؟ الثمار الفاكهة لها اللق ولها البذرة. البذرة دي مش مخصصة لتناول الإنسان، لكن نقطة الثمرة وحلاوتها وطعمها المميز ده أكل الإنسان. لكن كمان في الدقة اللي حضرتك بتقول عليها فيها مخصصات، يعني أنا في ناس بتعمل دقة من السمسم من السوداني من يعني حاجات طبيعية تصلح للتناول، لكن أنا مش هاخد ألياف فقط. هي مش هتضر، لكن هي كم عن الألياف بقدر غذائية عالية. حيث الضغط اللي بيعمل النهارده على سبيل الدش بيعمل البن بيعمله في نوع البلح. ده مش غير ده أنا كنت مع أستاذ في مركز البحوث الزراعية وقال إن إحنا بنسعى لده لأن نواة التمر فيها قيمة غذائية عالية جدا. جميل. لكن أنت حضرتك بتشتري إيه؟ بن ولا بتشتري نوى؟ لا، هو بيبقى مكتوب عليه بن البلح. لا حضرتك بن نواة البلح. ده كمنتج حضرتك بتشتريه وانت عارفه ايه. لكن حضرتك لما بتشتري البن اللي هو ظاهر البن الجميله اللي بيحبوا القهوه، هو بيشتري القهوه مش بيشتري نواه البلح. هو عامة اللي بيحب البن ويحب القهوة بيروح المطحنة ويشوف حبوب القهوة نفسها وهي بتطحن والإضافات، بيبقى نوع من المزاج عنده كده، إن يبقى واقف بيشوف كيس البن اللي هيشتريه بيتعمل إزاي ومن إيه. فهو ده الصحي، يعني هو ده المضمون، مع إن الضامن هو الله وضمير الإنسان يا دكتور سعيد. صحيح. الأمانة، يعني إن عرفنا الأمانة على السماوات والأرض، سبحان الله الإنسان وأمانته وضميره والوازع الشخص اللي عنده بنفع الناس مش غيرها هو ده القيمة الإنسانية اللي المفروض نحافظ عليها. أستاذ دكتور سعيد متولي، يعني أستاذ التغذية والصحة، أصبح كوب اللبن هو دلوقتي أساسيات أي أسرة اللي ممكن تجيبه كبروتين حيواني ومصدر شاي بلبن، تحط تعمل بيه جبن، تعمل بيه لبن موجود. هو الجاموسي ولا البقري؟ أنهي اللي فيه تغذية أكتر؟ جميل. هو لو قلنا الدهون الأكثر موجودة فين نقول الجاموسي. الكاروتين اللون الأصفر اللي موجود في اللبن البقري اللون مش موجود في اللبن في جاموسي، واللون ده داعم لتكوين فيتامين بي 6. واللبن البقري خفيف قوي خطوه وتركيز السكريات فيه أعلى شوية، بالتالي قدر ده تقل احتياجاتك. حضرتك تدي طفل صغير يبقى لبن البقري أفضل لسهولة هضمه ويدعمه الفيتامين بي. تدي مسنين رائع جدا ناخد لبن بقري عن لبن جاموسي. طب أنا لو أخدت اللبن للشباب والقوة والحيوية وفيتامين د يبقى اللبن الجاموسي أفضل. أستاذ دكتور سعيد متولي، أستاذ التغذية والصحة العامة، بشكرك جدا لتواجدك معانا هذه الفترة
وشكرا لزميلتي هالة عبده اللي معانا على هندسة الهواء وبتشاور لي كده لما بنقول كلام صح تعمل لي بايديها. يعني برافو برافو، فواضح ان احنا قدمنا خدمات. عند الأطفال مثال في نسبة السكريات في أكلهم. تخيل حضرتك المربات نظامها إيه بقى؟ كل ما زادت. يعني أولا السكر غلي، هيبقى كيلو السكر كده مش موفر. كمان الفاكهة نفسها غليت، إني أنا أجيب كمية كبيرة وأعمل منها مربى برضه كده أنا ما وفرتش. وكمان أضرار صحية حضرتك قلت عليها، يبقى هي مش موفرة، وإن الطريقة دي ما عادتش طريقة ناجحة للأسرة إن هي توفر يعني مال أو توفر صحة. ده اللي أنا فهمته من كلام حضرتك. كلامي كده دايما حضرتك بتدعو أو عندك دعوة جميلة جدا تدبير أمور وشطارة ست البيت. أنت تقدر تصنع بعض المنتجات